هل لما بنغير ترومبه الهاي بريشر بامب بتاعه الاوبل الفيكترا سي 2200 واي اتش ونستبدلها بالترومبه بتاعه البيجو او الستروين، مشاكلنا في العربيه بتتحل وكل المشاكل بتاعه الهاي بريشر بامب بتاعه الاوبل بتتحل وخلاص مش عايزين حاجه تاني؟ هل الاداء بتاع ترومبه الهاي بريشر بتاعه البيجو افضل واحسن وفعلا بيخلي العربيه ستيبل وادائها في الطوالي افضل من بتاعه البيجو، ولا ده كلام وخلاص؟ هل بعد كده صيانه الهاي بريشر، صيانه الترومبه بتاعه الهاي بريشر في البيجو اسهل من الاوبل، ولا الاوبل افضل واسهل؟ هل سعر ترومبه الهاي بريشر بتاع البيجو اقل من سعر ترومبه الهاي بريشر بتاع الاوبل؟ ليه اصلا بنغير ترومبه الهاي بريشر بتاعه الاوبل وبنروح للبيجو او الستروين؟ انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل، وده عنبر الهاي بريشر بامب بتاع البيجو، بقينا عاملين له عنبر دلوقتي خلاص. ويلا بينا نشوف الحالات التحف اللي معانا دي ونقول لكم هنعمل فيها ايه. مساء الخير. من ضمن الكذب اللي موجود في السوق ان انت حضرتك لما تغير هاي بريشر بامب بتاع الاوبل الزد 22 واي اتش اللي هو بتاع الاوبل الفيكترا سي الواي اتش بترومبه هاي بريشر بتاع بيجو او ستروين، فالموضوع مشاكل العربيه انتهت وكل الازمات اللي في العربيه اتحلت والعربيه ما بقاش فيها اي مشاكل، وفعلا احنا ما بقيناش محتاجين ان احنا نقول ان سيستم الواي اتش في سيستم وحش او احنا خلاص خلصنا المشاكل بتاعتنا، وده للاسف طلع كذبه، وكذبه الناس كذبت على نفسها بيها وصدقتها للاسف، وبدات الناس تقول لا احنا هنغير ترومبات البيجو، ترومبات البيجو افضل وترومبات البيجو احسن. احنا هنا في المستشفى بنقول لك لا، الكلام ده مش مظبوط واللي انت حضرتك بتعمله غلط، وشغل التاليف بتاع ان احنا نجيب ترومبه هاي بريشر بتاع بيجو ونعدل لها ونركب لها زور ونركب لها رجل ونركب لها صوبع، وانا هنا بقول لك ابسولوتلي الموضوع مش كده خالص. ترومبه الهاي بريشر بامب بتاعت الاوبل افضل بكتير من الترومبه بتاعت البيجو. اداء الاوبل او اداء الترومبه الاوبل افضل بكتير من البيجو. صيانه الترومبه الهاي بريشر بامب بتاع الاوبل افضل بكتير من الصيانه بتاعه البيجو. عمر الاوبل اطول من عمر البيجو. القصه ان احنا نروح للبيجو ده غلط، وبقول لك وبالفم المليان احنا بنعمل كارثه في الموضوع ده. الناس اللي بتقعد تقول ان احنا مشاكلنا بتخلص بسبب ان احنا ركبنا الترومبه بتاعه البيجو او بتاعه الستروين، فانا بقول له انا اسف. النهارده احنا معانا الدليل اللي يقول لك ان ترومبه الهاي بريشر بتاعه البيجو فعلا فيها مشاكل، ومشاكلها زي الاوبل ويعتبر اكتر واكتر واكتر. بالعكس احنا عندنا ترومبه الهاي بريشر في الاوبل ليها ريبير كيت وموضوعها جميل جدا وادائها سهل جدا وسلس جدا، وفي نفس الوقت مش معمول فيه افشخانات، يعني مش معمول فيه العلماء اللي احنا بنشوفهم بقى، واحد عامل تطويله كده وواحد عامل اكس كده والخراط ده بدماغ والخراط ده الفلاني بدماغ وكل واحد شغال على دماغ غير التاني. في الاوبل احنا شغالين على ستاندرد، ما عندناش خواجات هنا في بلادنا يشتغلوا لنا الشغل الجميل ده، انما احنا هنا في بلادنا لو بصينا هنلاقي كل خواجه بيعمل تطويله للزور بشكل مختلف. احنا ما شفناش فيها اي حاجه فيها اختلاف، او ما شفناش فيها اي حاجه من الثلاثه فعليا ترقى للمستوى اللي احنا نقول عليه فعلا الناس دي عامله شغل محترم. الناس كلها عامله شغل ما شاء الله بلدي، وبعد البلدي بكام شارع زي ما انت شايف كده. ترومبه هاي بريشر كان فيها مشكله وما شاء الله نوع من انواع الاختراعات، كذلك ترومبه هاي بريشر واختراع تاني من نوع مختلف، كذلك هاي بريشر واختراع اخر من نوع شبيه من التاني ولكن برضه بشكل مختلف. فاحنا هنا يعني قدام 3 حالات، الثلاثه دخلوا المستشفى عندنا عشان يقولوا ان احنا عندنا مشكله في سحب العربيه، وان اداء العربيه اداء ضعيف، وان المشكله عندنا شخصناها ان في مشكله في الهاي بريشر بامب، على الرغم من ان احنا اوريدي مغيرين ترومبات البنزين بتاعه البيجو. بفضل الله احنا هنا في المستشفى عملنا الصيانه، والحمد لله ال3 عربيات بفضل الله قدروا ان هم يقوموا تاني، والحمد لله بفضل الله ما رحناش لتغيير الترومبات، لان لو حضرتك بصيت للسعر بتاع الهاي بريشر بامب النهارده في السوق وصل ل 5000 جنيه سواء كانت الاوبل او البيجو، فالاثنين ما فيهمش اي اختلاف. ده سعر الهاي بريشر بتاع الاوبل هي سعر الهاي بريشر بتاع البيجو، لكن انا ما اعرفش الدماغ اللي راحت ناحيه البيجو دي راحت بناء عن ايه. ده موجود وده موجود، ده في السوق وده في السوق. الريبير كيت بتاع الاوبل افضل بشوارع وبمراحل كبيره جدا من الريبير كيت بتاع البيجو. هرجع تاني واقول لك ما تروحش للهاي بريشر بامب بتاع البيجو، صدقني دي نصيحه حد شغال في العربيات دي وشغالين يوميا في صيانه الهاي بريشر بامب سواء كان بيجو او اوبل، وانا بقول لك خليك في الاوبل احسن لك، اداء الاوبل افضل، مشاكل الاوبل اقل، ريبير كيت بتاع الاوبل موجود والحمد لله احنا موفرينه بشكل كويس جدا. مفيش اختراعات
خالص، ودي ميزه ودي يكفيها ان هي تكون دي ميزه في الموضوع، ان مفيش اختراعات بالشكل ده كده، ومسمار مفوت ومسمار مربوط عاصي ومسمار لازم احلله ومش عارف ايه وقصص يعني. والله يعني حاجه تحزن يعني. ليه احنا بنعمل في عربياتنا كده يا جماعه؟ انا مش شايف ده يعني حاجه توصلنا للنقطه دي. نصيحه لكل واحد راكب واي اتش، بعد اذن حضرتك لو حصل عندك مشكله في الهاي بريشر بامب ما تروحش الاتجاه بتاع البيجو، الاوبل افضل. ما تنساش الاوبل افضل. صيانه، سعر، اداء، كل حاجه حرفيا. هيكون في عروض قويه جدا 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 من هنا لنهايه السنه ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تنسوش اشتراك في القناه بتاعتنا على يوتيوب، مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي. باي باي.